قصتنا النهاردة حصلت في يوم 16 إبريل سنة 2022، واللي حصل كان في حي اسمه فورت هيلز في مدينة نيويورك مع راجل اسمه جيلين فان وعنده 51 سنة. جيلين كان نازل يتمشى الصبح بدري هو وكلبه كالعادة حوالي الساعة 8، وفجأة وهو ماشي لمح شنطة كبيرة مرمية على جنب الطريق. الشنطة كان شكلها مرعب، حاجة تخوف بجد. جيلين بدأ يحس إن في حاجة غلط، حاجة مريبة، وكمان الكلب بتاعه بدأ ينبح بشكل غريب كل ما يقرب من الشنطة، كأن في حاجة غلط فعلا. ولما قرب جيلين أكتر لاحظ إن في دم حوالين الشنطة، دم واضح كأن حد كان ساحبها وسابها هنا. في الأول افتكر إن يمكن يكون فيها حيوان ميت وحد حطه فيها وركنها بعيد عشان الناس ما يشوفوش المنظر، بس لما حاول يزق الشنطة عشان يبعدها عن الطريق اتفاجئ انها تقيلة جدا. يعني ايه يعني اللي جواها؟ فيل مثلا ولا ديناصور؟ ده مش طبيعي. فقرر يفتحها فتحة صغيرة بس يشوف ايه جواها، وهنا كانت الصدمة. شاف حاجة مرعبة زي رجل بني آدم. اترعب، فتح الشنطة أكتر عشان يتأكد الشنطة فعلا فيها جثة بني آدم،